أسوان بيكسب الزمالك 2-1 في الدوري المصري، مفاجأة من العيار التقيل جدًا، جدًا، جدًا. مبدئيًا كده أحب أحيي الأستاذ هيثم عرابي على الفريق اللي إحنا شفناه النهارده ده يا جماعة، بجد سكواد 10 على 10، فرقة محترمة جدًا، 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 جدًا. أنت متخيل يا صديقي إن أنت يعني أسوان بتهاجم الزمالك لمدة 90 دقيقة، مش مثلًا زي الفرق التانية زي طلائع الجيش والفرق اللي إحنا عارفينها اللي هي جابت جون وخلاص أنا هاقفل ال90 دقيقة الماتش وهاقف دفاع، لا، 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 دي هي جابت جون والتاني وراحة عايزة تحط التالت والرابع. الشوط الأولاني أسوان كانت هتطلع 4-0. أنت متخيل أسوان بتلاعب الزمالك وكانت هتخرج الشوط الأولاني 4-0، جابت جونين وفي جونين جُم وفي كورتين جُم في العارضة، وكان كمان في غير الفرص اللي يعني ما راحتش على الجون، أو يعني ما خلصتش زي الفرص اللي أنا باقول لك عليها ديّة، إنما كان في 4 تجوان محققين لأسوان الشوط الأولاني. طيب ده بالنسبة لأسوان، وباحب أحيي أوي، أوي، أوي زي ما قُلت لكم مرّة و2 و3 أستاذ هيثم عرابي، وعايز يعني مش عايز أقول إن النادي الأهلي خسروا، لأ أنا باقول لك النادي الأهلي يعني شِبه خسروا. لو كان ينفع إن المكان دوّة يبقى فيه أستاذ هيثم عرابي وأستاذ أمير توفيق ومع الاتنين مع بعض، كان هيبقوا الاتنين 10 على 10، لكن للأسف إن المكان ده ما بيقبلش غير واحد فقط لا غير. بس أحب أحييه على الفرقة اللي هو عاملها المحترمة. ده بالنسبة لأسوان، لسه هاتكلم عليه كتير، لإن أنا شُفت بصراحة مش متوقع إن الجمال ده يطلع من فرقة أسوان، لإن زي أي حد طبعًا متابع الأهلي والزمالك، ولو عرفت أتفرّج على بيراميدز باتفرّج، إنما بأسوان مش متوقع بصراحة، زي أي حد طبيعي يعني، لكن هاتفرّج عليها قدّام الأهلي قدّام الزمالك القصة دي، لكن على اللي أنا شُفته النهارده أنا هاتفرّج عليها على طول. تعالَ نتكلم بقى على فنيات جدو فيريرا. جدو فيريرا النهارده أنت عارف أنت لمّا بتبقى مثلًا رايح مشوار وبتبقى العربية بتاعتك ال4 فِرَد سُلام، تروح أنت شايل فردة وتحط الفردة اللي هي إيه، عندك فردة مريّحة كده فأنت بتحطها وتقول أنا هابدأ بيها المشوار، تمام، تبدأ بيها المشوار. طب ليه وأنت عندك الاستبن بتاعك 10 على 10؟ طيب بدأ بيها المشوار، اللي هي مين الفردة المريّحة؟ شيكابالا. شيكابالا النهارده لمّا ينزل النهارده أول الماتش كان مريّح. طبعًا أنت عارف إن الفرقة لمّا بتنزل أول الماتش، طبعًا كُلّه بيبقى لسه الpower بتاعه 100%، لسه ما حدش جري كتير، لسه أول بداية الماتش، وطبعًا أنت عارف شيكابالا لمساته سحرية، بيعرف يودّي اللعيبة، بيعرف يخلّص واحدة أو 2، لكن هيفضل يجاري طول الشوط بنفس المنظر ده استحالة، هيفضل يجاري 60 دقيقة استحالة. طبعًا أنت عارف إن شيكابالا لو نزل من الدقيقة 60 أقسم لك بالله الزمالك كان كسب. اسمع مني بس، أسوان من بعد الدقيقة 60 بقت اللعيبة عفوًا، اللعيبة بقت تطلع مصابة، بقت تطلع مش قادرين يكمّلوا الماتش من كتر الجري اللي هم جريوه. لو كان شيكابالا نزل في الوقت ده كان هياكل عليهم عيش حلو أوي، 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 لكن للأسف شيكابالا راح هو عمل إيه، اطلع شيكابالا نزّل يوسف أسامة نبيه، وانزل يا نيمار، انزل مش عارف يا مين، طلّع دونجا. فطبعًا طَب أنت يعني أنت ليه من الأول، أنا آسف يعني، أنت ليه من الأول عكّيتها وبعد كده بتحاول تصلّحها بعد ما باظت؟ ما أنت على طول بتلعب شيكابالا الشوط التاني، ليه نزّلته الشوط الأولاني؟ علامة استفهام. بس اسمع منّي زي ما باقول لك شيكابالا لو كان نزل الشوط التاني وعمل الحركات بتاعته، لَم وحَط واحدة بالشمال كانت راحت، كان لَم ودخل خد ضربة جزاء كان راحت، كان لَم ورفع، لكن حرفيًا لمّا شيكابالا طلع طبعًا ما خلاص هو مش هيدّيك الش الم ال طول ال90 دقيقة، الزمالك حرفيًا مش عارف يروح. أسوان يا جماعة كانت مركّزة جدًا، 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 مركّزة مش واقفة دفاع بس، ده واقفة دفاع، واقفة هجوم، نُص ملعب، حرفيًا كانوا مركّزين 10 على 10. أسوان عملت ماتش النهارده متّعتنا، بجد أنا مش متخيّل إن دي أسوان، يعني أنت متخيّل إن أنا باقول لك الشوط الأولاني كان هيطلع 4-0 وبتلاعب مين؟ الزمالك. الزمالك، يعني أنت مش مثلًا بتلاعب فرقة تحت محلة، بتلاعب مثلًا الإسماعيلي sorry يعني لأي فرقة، بس أنت عارف يعني إيه أهلي أو زمالك، فأنا باتكلّم على الاتنين بنفس المنطق. أنت عارف يعني إيه أسوان لمّا تكسب تطلع 2-0 وكانت تبقى 4. غريبة. أنا باقول كل القصة دي عند جدو فيريرا، كل المشكلة اللي حصلت النهارده دي عند جدو فيريرا بحتّة إن هو نزّل شيكابالا الشوط الأولاني، علامة استفهام لنيمار، ليه اللاعب ده قاعد دكة؟ غريبة. إنّما الشوط التاني لو كان نزل نيمار، يوسف أسامة نبيه، الشوط التاني كان قلبوا الماتش وكان الزمالك كسب، أنا عارف أو على الأقل كان اتعادل، وكان رجع في الماتش وكان ممكن يجيب جون التاني،
لكن اللي إحنا شُفناه النهارده جد فيريرا ما تعرفش، هو الأجنبي كده، هو تحس إن أنت إيه، ماشي صح وماشي تمام، لازمًا كده يروح إيه، واخد غُرزة كده بيجرّب بالراجل، طَب أدي التجربة جات على دماغك، وأول خسارة لنادي الزمالك، كلام جميل. عايز أقوله لك يا صديقي إن الزمالك النهارده حرفيًا يعني الشوط الأولاني ما جاتش، الشوط التاني نوعًا ما جات، بس برضه أسوان كانت أفضل، وكانت هتحط جون تالت كمان، راحت بانفرادات، وفي انفراد كمان اللاعب كَل محمد عواد وراح لولا المدافع طبعًا لحقه. عايز أقول للاعب دونجا اللي في نُص الملعب بتاع الزمالك اهدى شوية، يعني الزمالك خلص من طارق حامد وفاولاته والتدخلات العنيفة، يا دونجا اهدى شوية، مش كده، مش كل حاجة أنت كده كل ماتش هتاخد إنذار وممكن تطرد كمان. اللعب يا جماعة مش يعني مش بالعافية، مش لا ده بالعقل، بالعقل، مش كلّه دِب دِش، دِب دِش، اهدى شوية، إحنا ما صدّقنا إن طارق حامد يعني أنا راجل أهلاوي وأنا باقول لك ما صدّقت الراجل ده مشي بسبب الفاولات اللي كان بيعملها مع اللعيبة والتدخلات العنيفة، جه دونجا مش عارف وكل كورة عايز يروح يتخانق عليها. اهدى، اهدى، نُص الملعب ده بيبقى راجل برنس، بيبقى عارف كل حاجة، شايف أكتر لاعب شايف الملعب كلّه، على يمينه وعلى شماله وعلى ضهره، كل حاجة شايفها، فلازمًا تبقى راجل معلِّم وراسي، لإن أنت راجل ميزانة الرُمّان كده، لازمًا أنت اللي بتبقى بتوزن القصة دي كلّها. ده بالنسبة للزمالك النهارده. وزي ما قُلت لك قبل كده يا صديقي، بالنسبة للأهلي والزمالك إن ما فيش فرقة في الدوري والله سهلة، كل الفرق في الدوري مدعّمة وجايبة لعيبة على أعلى مستوى، وكمان بتلاقيهم واخدين لعيبة من الأهلي أو الزمالك إعارة أو واخدين مثلًا لعيبة خلاص الأهلي استغنى عنهم أو الزمالك، بتلاقيهم هم أهُم تعالَ خُد كذا وارجع تاني واعمل، بييجوا طبعًا قدّام الأهلي أو الزمالك بيلعبوا أحسن ما كانوا في الأهلي أو الزمالك، فالفرق كلّها يا جماعة فرق تقيلة، ما فيش حاجة فرقة اسمها سهلة، الدوري بقى صعب، 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 يعني أنت عندك مثلًا في فرق طمعانة في الدوري زي مين؟ فيوتشر وبيراميدز، يعني الأول كانت الخناقة مثلًا ما بين الأهلي والزمالك، لأ دلوقتي بقى فيوتشر طمعان وبيراميدز طمعان، طب عندك مين اللي طمعان في المركز التاني؟ عندك سيراميكا كليوباترا، عندك فاركو طمعانين في المركز التاني، الاتحاد، المصري، تمام، مين اللي طمعان في المركز التالت؟ عندك مثلًا المقاولين، إنبي، تالت ورابع بقى، وبُص هو تحط فرق كتير، مين اللي طمعان مثلًا إن هو يقعد في الدوري ويكمل؟ أسوان، المحلة، الداخلية. كده الإسماعيلي، فكُلّه أنت هتقابله ما حدّش هيسمّع عليك، كُلّه يا باشا هينزل دِب دِش، دِب دِش، اللي هم ملاكمة من الآخر هتموّتني يا أموّتك، فلازمًا يا باشا زي ما باقول لك اللعيبة تكون عارفة حاجة زي كده سواء أهلي أو زمالك، لازمًا يكونوا عارفين أنت بتلاعب فرقة تقيلة، فرقة فيها يعني عناصر تقيلة، كُلّهم جايبين لعيبة أفارقة أنت ما تعرفش عنّهم حاجة ولا تسمع عنّهم حاجة. بينزلوا قدامك بيعملوا كل حاجة في الكورة، فيا جماعة لازمًا الأهلي والزمالك يكون في تدعيمات قوية، لازمًا نكون فاهمين حاجة زي كده، اللعيبة ما تستقلش بفرقة بسواء بقى اسم أو لا، 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 الأسامي دلوقتي ما بقاش ليها علاقة بالكلام ده، أنت ليك باللعيبة اللي في أرض الملعب، أنت ممكن أنا آسف يعني في دلوقتي فرق بقى فيها لعيبة أحسن من الأهلي والزمالك، حرفيًا أنا عن نفسي أنا كراجل أهلاوي أنا أحب أتفرّج على فيوتشر وسيراميكا جدًا. باتمتّع باللعب بتاعهم، حرفيًا وفيوتشر بالأخص، لعبها 10 على 10 وكابتن علي ماهر عامل فرقة 10 على 10 فلا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها زي زمان بقى، ليه بقى؟ لإن الفرقة دي بقى فيها فلوس، واللاعب طبعًا هو أنا عايز ألعب أنا كان حلمي إن أنا في لعيبة لحد الآن حلمها تلعب في الأهلي أو الزمالك، وفي لعيبة بتبقى بتلعب في الدرجة التانية أو فرقة مثلًا لسه طالع وبياخد مبلغ صغير، الفرقة دي بتعرض عليه فلوس قد كده، بينزل يموّت نفسه يا باشا، ما هو كده خلاص أنا باخد مبلغ كويس، فأنا لأ أنا هالعب وأدّي الفرقة واحترام التيشيرت اللي هو لابسه، بس يا باشا، فلازمًا اللعيبة والنوادي تخلّي بالها من الحتّة ديّة كويس أوي، hard luck لنادي الزمالك، مبروك لنادي أسوان، أشوفكم دايمًا على خير، ويا رب، يا رب شوية كده الأهلي وبيراميدز يطلع ماتش كويس وزي ما إحنا متوقعين، وبلاش العصبية والقصة دي كلّها، ويا رب الأهلي يعمل حاجة. نسيت حاجة أخيرة طبعًا عايز أتكلّم فيها، طبعًا يعني أنت عارف أنت لمّا النادي بتاعك يعمل حاجة كويسة معاك،
اللي هو مثلًا يسهّل لك السفر، جاب لك وجبات تمام، أو أي حاجة قدّمها لك، دي حاجة جميلة أوي، وباحترم النادي إن هو يعمل لك حاجة زي كده، ويسهّل لك الأمور حتى لو أنت رايح دولة تانية أو بلد تانية أو الكلام ده كلّه. معنى كده إن أنت تتصوّر وترفع تشكر النادي، دي حاجة جميلة وذوقيًا منّك، وإن أنت بتقدّر النادي زي ما النادي ما بيقدّرك، جميلة، وأنا باحترم نادي الزمالك في الحتّة دي أوي، 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 كلام جميل. إنّما أنت تجيب بقى سيرة النادي الأهلي وتقول أصل مش زي النادي التاني بتاع اللي لسه لحد الآن بيخلّي الجمهور بتاعه بيدفع حق التذاكر، طب ليه؟ طب ليه أنت يعني دلوقتي أنت حطيت نفْسك أنت هتطلع ترند النهارده، يعني أنت دلوقتي أنت كنت يعني المفروض تطلع تشكر النادي بتاعك إن هو وفّر لك وجبات، وفّر لك إن الدنيا تكون سهلة وبسيطة وتروح للمكان اللي أنت رايحه بأسهل مما تتخيّل، تطلع تتريق على ناس تانية لسه فترة من زمان بقى له كام شهر على موضوع التذاكر اللعيبة اللي الجمهور بيدفعها، طب ليه؟ أنت ليه دلوقتي جِبت سيرة النادي المنافس ليه؟ ما أنت ما تخلّيك في النادي بتاعك، خلّيك في الإيجابيات بتاعتك اللي النادي عملها، ليه جِبت دلوقتي سيرة النادي بتاعك، جِبت سيرة النادي التاني، ليه جِبت سيرة الجمهور التاني؟ طب اطلع بقى طب أنت خسرت النهارده، اتفرّج يا باشا على الحفلة اللي هتحصل عليك، ورّيني بقى أنت النهارده طلعت ترند، طب ليه؟ هل أنت كنت متوقع إن أنت تخسر؟ استحالة طبعًا، يعني شوف أنت طالع تحفّل على الجمهور التاني وعلى النادي التاني، التحفيل كلّه بقى عليك، ما هي الكورة كده، الكورة ما تتوقعهاش، يعني أنا مش فاهم والله يعني ليه أنتم كده اللي بتخلقوا التعصُّب، يا جماعة، يا جماعة يعني حِب النادي بتاعك، اتكلّم عن النادي بتاعك، عمل لك إيجابيات اتكلّم عنّه بصورة كويسة، ليه بتجيب سيرة المنافس؟ وعايز أقول لك كمان طبعًا النهارده طبعًا كابتن شيكابالا لازم يبقى في اللقطة بتاعته الأخيرة، طبعًا يعني أول ما الجون جِه بتاع أسوان على طول راح عمل له كده، عارف شيكابالا لاعب جميل ولاعب ممتع وهو يعمل لك أي حاجة في الكورة، وأحسن واحد في مصر يلعب R2 جميل جدًا، وأنا حرفيًا أنا باعشق الR2 بتاعته، جميلة، 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 ما فيش حد في مصر بيعرف يعملها زيه حرفيًا، لكن مشكلته تركيزه مع اللي حواليه ومع اللي برّه، والله يا جماعة اللاعب ده لو من كام سنة ما كان بيلعب لسه مع كابتن حسن شحاتة وشوقي غريب في منتخبات الناشئين، وكان لعب بس في الملعب فقط لا غير بدماغه في الملعب، ما ادّاش ودنه للجمهور وما ادّاش فكره وسمعه للناس اللي برّه واللي حواليه، والسوشيال ميديا والإعلاميين واللعيبة والخناقات والتعصُّب، والله لكان هيبقى لاعب عالمي، لكان لاعب هيكسّر الدنيا، وكان هيفرق مع الزمالك ومع المنتخب، وكان زمانه هيبقى في أحسن من كده بكتير، بس للأسف ودنه على طول مع الجمهور، مع فلان، مع الحكم، مع اللاعب المنافس، لو اللاعب ده جاب جون أنا عارف إن هو غيران على النادي بتاعه، مش عايز الزمالك يخسر، مش عايز يشوف الزمالك وِحِش، مش عايز يشوف اللعيبة مقصّرة، كل ده جميل، بس كل ده إجابته رقم 1 العب، اعمل اللي عليك، ما لكش دعوة بأي حاجة تانية، طلّع اللي عندك، خسرت بقى ده توفيق من عند ربنا، كسبت يبقى أنت عملت اللي عليك وربنا كافئك، بس يا باشا، لكن للأسف اتكلمنا كتير عن الحتّة ديّة، لكن اللي فيه داء عمره ما بيبطّله، أشوفكم دايمًا على خير، سلام.